إعاقتهم لم تقف في طريق طموحاتهم الرياضية. هم أبطال الأولمبياد الخاص في رحلة إثبات ذات جديدة ضمن الدورة الثامنة للألعاب الوطنية. دورة انطلقت عشية الأمس في إفران بمشاركة 1000 رياضي عن 60 جمعية ومؤسسة طبية بيداغوجية مرفوقين ب350 مؤطرا، على أن يشمل التنافس 15 صنفا رياضيا على مدى 4 أيام. غنجري وان شاء الله نفوز ان شاء الله بزاف، والله ان شاء الله نفوز ان شاء الله نفوز الميداليه ذهبيه. غادي نربح وملي بطل ان شاء الله. هذه الدورة تتضمن بمجموعة من الأنشطة الموازية. هذه الأنشطة الموازية تكمن أولا في البرنامج الصحي، هذا البرنامج الذي سيستفيد منه كل الرياضيين بدون استثناء، حيث ستجرى لهم فحوص طبية في 5 اختصاصات. دورة هذه السنة تتميز بإدراج رياضات جديدة كالهوكي الأرضي وسباق الدراجات. ورغم كون الألعاب وطنية، فنسخة هذا العام انفتحت على الصعيد الدولي، وتم إشراك الأردن في منافسة كرة الطاولة. أتمنى أن تكون الألعاب على قدر عالي من المستوى إن شاء الله، وانا اتوقع انها تكون يعني الالعاب كثير كويسه، لانه التنظيم كان كثير رائع. لازم كلنا نترحم على سيده فاضله واميره جليله، وهي الاميره لالا امينه، لانها فعلا هي اسست هذا الكيان، وفعلا زي ما احنا شايفين النهارده ثمار هذا التاسيس من عام 95. حلم، طموح، فتحدي، عصارتهم تبقي على أمل هؤلاء الرياضيين في تجاوز صعاب ومحن الإعاقة. فدواخل كل واحد من هؤلاء تحمل شعار الأولمبياد الخاص المغربي: دعني أفوز، فإن لم أستطع دعني أكون شجاعا في المحاولة.